أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولوطا فجعلناهم الأخسرين.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن وأن يرحمنا به وأن يرفع به درجاتنا لمن قرأه وتلاه ولمن استمع إليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وزدنا فيه من النعم وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم يا ذا المن والملكوت والعز والجبروت يا قاضي الحاجات، نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا بكل حرف منه حلاوة، وبكل سورة منه سلامة، وبكل آية منه إيمانا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونترككم يا أيها الأحبة الكرام، يا أهل الإسلام، يا أهل الخير، يا من يحبون الخير، نترككم برعاية الله وحفظه، ونسأل الله لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يسدد خطاكم، وأن يعلي قدركم، وأن يحميكم ويحفظكم من كل عين لامة، وأن يجعلكم ممن يبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان، وأن يسعدكم في هذه الدنيا وفي الآخرة، ويجمعنا بكم مع سيد الدعاة وإمام المرسلين. ودائما وأبدا أيها الأحبة الكرام، waxaynu iska kaashanaynaa khayrka, isugu gargaaraynaa, isugu yeedhaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala, maadaama oo aynu xaggiisa u soconno oo dhammaan dadku xagga rabbi u noqonayaan kuwii khayr ula noqda allah inaga dhigo. aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dhegaysiga dhegaysanayseen qur'aanka. dadka ahlu khayrka waxaa lagu yaqaanaa meelaha khayrka ayaa laga helaayo ka muuqdaan. ilaahay dhammaanteen intaan nool nahay naga dhigo kuwa meelaha khayrka isugu yimaada. waxaan ugu talagalnay uun akhyaarta saaka inaanu ugu waabariisano, inaan dhagahoogan maqashiino ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaala. wixii akhطaa'i qiraa'ada ku yimidna ilaahay baanu uga noqonaynaa subxaanahu wa tacaala, dembi dhaafka weydiisanaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala tilaawadeeda hanooga dhigo mid isagaan wejigiisa ku rabno. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.